السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة أو الكنتاكي بطريقة سهلة وناجحة 100%. أول حاجة دي فرخة مغسولة ومنقوعة كويس، وده علبة لبن رايب وكوباية لبن وتوابل معانا، بصل بودر وتوم بودر، وبابريكا وملح وفلفل وحبهان بودر وورق لورا بودر. هنمسك الفراخ دي، بصوا انا مقطعاها 8، نقعاها كويس في محلول النقع اللي هو ميه وملح وسكر وليمون. وده مدخله طرف السكينه كده زي ما شفتوا في اللحم من ناحيه لحد ما يوصل للناحيه التانية، عشان لما تقعد لما تنزل في الزيت في النار درجه الحراره تخترق اللحمه وتسويها. هنعمل التتبيله، هننزل بعلبه اللبن الرايب ومعاها كوبايه اللبن، وهننزل بالتوابل الحلوه اللي احنا قلناها دي كلها، انا هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. وهننزل بمعلقه خل كبيره، الخل ده هيديها طراوه وهيدوب اللحمه كده ويخليها سهله في التسويه. ونقلب الحاجات دي كلها مع بعض ونتبل فيها بقى الفراخ قطعه قطعه، بحيث ان التتبيله تدخل في كل الفتحات اللي احنا عاملينها دي. كل جزء انا مفتحاه بنفس طريقه الدبوس اللي وريتها لكم دي. طبعا يا جماعه الكنتاكي او الفراخ المقرمشه هتعمليها في البيت اوفر مليون مره وانضف، يعني بطريقه مش عايزه اقولك. يعني الواحد اما بيروح في اي محل بيجيبها بتلاقي الجزء اللي جنب العظم كله غامق ومليان دم. لا، دي انتي نقعاها يوم بحاله، يعني احنا هنحطها في التتبيله دي، هننقعها فيها يوم بحاله وهنعملها تاني يوم. كل التتبيله والتوابل دي هتخترق اللحم، وهيبقى اللحم نفسه طعمه حلو ومتطعم من مجموعه التوابل دي كلها. ده الكفر الخارجي، كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودر وحبهان بودر ومستردة بودر او كاري لو ما عندكيش وجنزبيل. هننزل بكل التوابل دي برضو هكتبها لكم، ونقلب الخليط ده تقليبه كويسه، وننزل بمعلقه صغيره عليه بيكنج باودر، عشان هو ده اللي بيدينا القرمشه للطبقه الخارجيه بتاعه الفراخ. هنحط معلقه البيكنج باودر، معلقه مليانه، ونقلب بقى كويس، ونسيب الخليط ده بقى كده اهو. ونعمل بقى شويه رز مبهر جنب الكنتاكي، الولاد بيحبوه طبعا. وهنعمل شويه رز وشويه بطاطس محمره. نشوف بقى الرز، هنحط معلقتين سمنه حلوين، ونحط 3 ليمونات كده من المجفف اللي هو اللومي، وعودين قرفه خشب، ونحط شويه كاري حبه حلوين يعني عشان يلونوه. ونسيب بقى التوابل دي لحد ما ريحتها تطلع كده مع السمنه. وننزل بالرز البسمتي، رز بسمتي او رز مصري حسب اللي موجود عندك، هو نفس الخطوات. بس طبعا الرز البسمتي بيحتاج ميه اكتر من الرز المصري. هنقلب بقى الرز كده لحد ما يسخن معانا. وانزل بقى بمعلقتين كبار كاتشب، بيدوله لون حلو، وفي نفس الوقت بيدوله كمان تيست حلو. هنقلب بقى الكاتشب كويس جدا معاه. انا نزلت بحبة كركم كمان عشان حسيت ان اللون هيبقى فاتح، فنزلت بشوية كركم. وهجيب بقى الكاتل وانزل بمية بتغلي، او مرقة لو عندك، المتاح عندك اعمليه.
انا ما كانش عندي طبعا مرقة، فحطيت مية بتغلي من الكاتل. المهم في كل الحالات سواء مرقة او مية تبقى سخنة يا جماعة، عشان ده بيخلي الرز مفلفل تمام، وبيبقى في نفس الوقت بيقلل من المدة بتاعة التسوية كتير. هنقلب بقى كده ونسيبه يتشرب. يعني مجرد ما يتشرب هوطي عليه خالص لحد بقى ما يستوي. ظبطت الملح بتاعي وهقفل عليه بقى واروح اعمل الطبقة الخارجية للفراخ اللي هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. جبت الفراخ وطلعتها من التلاجة، وجبت طبق فيه مية ساقعة، وجبت خليط الدقيق والتوابل والنشا بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه. همسك قطعة الفراخ هحطها هنا. انا قبل كده يا جماعة عملت فراخ مقرمشة، هتلاقوها برضو عندي في القناة، بس عملتها كنت سلقة الفراخ، فقلت اجرب برضو ان انا اعملها بالنية كده زي المحلات ما بيعملوها، واشوف فعلا هتستوي ولا لا. فجربتها مع التتبيلة دي ونقعتها في التتبيلة دي. بصراحة ربنا طلعت مستوية وفي منتهى الجمال، يعني مفيش فرق بينها وبين المسلوقة خالص. وفي نفس الوقت القطعة اللي جنب العظم انا هفتحها دلوقتي وابقى اوريها لكم ساعة التسوية. كانت نظيفة جدا وزي الفل. طبعا ده بيعتمد على برضو تنظيفك للفراخ ونقعك ليها. جربي لازم تنقعها في محلول الملح، محلول ملح وسكر وليمون. بعد ما تنضفيها تحطيها في المحلول ده، تحطيها ساعة ولا حاجة، وبعدين تشطفيها وتسيبيها تتصفى بقى واشتغلي بيها اي فراخ هتعملي بيها. انا هنا عملت طبقة من التتبيلة دي ونفضتها كويس ونزلت بيها في المية الساقعة، وبعدين رجعت بيها تاني. لازم تنفضيها كده عشان تديكي الكرمشة بتاعة الفراخ الجاهزة اهو كده اهو. تعملي وتنفضي. عايزة تحطيها مرة تالتة حطيها، بس هتبقى الطبقة سميكة قوي. يعني انا فضلت ان هم يبقوا طبقتين بس، عشان ما تبقاش الطبقة سميكة قوي، هتلاقيها طبقة جامدة جدا وتخينة. انا عملتها مرتين مفيش غيرهم. وهنشيل، انا عاملاها بالراحة عشان ناخد بالنا. يبقى عملت اهي، هعمل بقى واحدة تانية اهي قدامكم اهو. حطيتها في الدقيق ونزلت بيها في ساعتها في المية وشلتها، وبعدين انزل بيها تاني على الدقيق. هما مرتين بس. عايزة طبقة اسمك حطيها مرة تانية في المية وانزلي بيها لتالت مرة في الخليط ده، هتلاقيها تديكي طبقة اسمك من كده، وهتبقى برضو ناشفة جدا، ناشفة ومقرمشة جدا على فكرة، ولا شاربة زيت ولا اي حاجة. بس في حاجة ساعة التحمير يا جماعة هنشوف دلوقتي. انا بفضل ان هي تنزل في الزيت سخن. الزيت سخن مش بيغلي، يعني هو الزيت سخن اهو بالنسبة لي، وهي بقى تغلي بيه. ده برضو بيساعد من ان التسوية تبقى مظبوطة. يعني انا حطاها في الزيت سخن اهو وهي غليت بيه اهو. خلاص طالما الزيت غلي كده معاها بقى يعمل الفقاقيع ده، انا وطيت عليها في الحالة دي واسيبها بقى تستوي براحتها. يبقى عشان نضمن تسوية سليمة وما تبقاش القطعة اللي جنب العظم نية والكلام ده كله، يبقى انا هنزلها في درجة حرارة زيت سخن سخن، يعني مش بارد، سخن، وبعدين يغلي. مجرد ما يغلي مع الفراخ اقوم موطية العين اهو. ده يا جماعة ده الشكل النهائي بتاعها، وشكل الرز بتاعنا طالع جميل جدا وعجب الولاد وعجب الكبار. وعملت شوية بطاطس محمرة جنبيه، والصوص اللي هناك ده كاتشب على مايونيز كده، بيبقى مناسب جدا معاه. بصوا هفتح قطعة، هي بس اصلها سخنة لسه قوي، بصوا ناشفة ازاي، وهي بصوا القطعة قطعة اللحمة مستوية تماما، ومن جوه نظيفة زي ما شفتوا، هي مفيهاش اي حاجة. بصوا ناشفة ازاي، جميلة جدا. جربوها يا جماعة الفراخ المقرمشة بطريقتي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوا الطريقة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.